من هون من الطريق الجديدة شيع الفنان أحمد قعبور اللي شكل صوته جزء من ذاكرة اللبنانيين. بين الحزن والحضور الشعبي ودع محبوه صوت رافقا بالوطن والنضال. ما كتير ناس تعرف هو كوالد بعد أهم من كونه فنان. قدر يوفي عادة الفنانين تكون صعبة عليهم يكون أب منيح وفنان منيح. هو قدر يوفى باثنين وربنا أحسن تربية مع وزن شيء بالرغم من الظروف الصعبة. للمدينة هو يعني صوت بيروت وصوت لبنان وصوت فلسطين، هو جزء من النسيج الثقافي للمدينة، وحب المدينة كتير وحب البلد كتير والقضايا المحققة ببلادنا وبالبلاد العربية. نحن اليوم عم نعزي حبيبنا بابا أحمد قعبور اللي هو جزء لا يتجزأ من هالمدينة اللي عطاه كتير من عمره وعطته كتير من عمره. بابا هو احتفال هيدي المدينة بتفاصيلها وجمالها وحبها، هو احتفال لأرضنا وصمودنا ومقاومتنا، وهو احتفال بالجمال والحب والعطاء اللي بنعطيه لبعض، من زهرة الليمون لزهرة الياسمين لأرض الجنوب وأرض فلسطين ولليطاني وكفر متى والمنارة. وهذا بيي وأنا فخور كتير فيه، إنه أنا مش بس شخص معجب بموسيقته بفنه، إنه هذا قدر يربيني على هيدي المبادئ، واليوم كلنا منودعه إن شاء الله. أحمد أنا تعرفت عليه سنة 87 ومن وقتها بشتغل أنا معه. حياة طويلة، وأحمد من الأشخاص اللي يعني بفوت لقلبك بكل محبة، وتنبسط. إنسان صادق وكتير منيح، الشغل معه ولا أحلى من هيك. إنسان كان فن، ونحن ربينا على فن، ونحن ربينا على موسيقى أحمد قعبور. ما بنذكر منه إلا كل كلام طيب، والصوت المنخفض وقتها يكون عم يحكي معك، الثقافة الواسعة، مثل ما قلت لك الوطنية والعروبة والقومية. أحمد إنسان استثنائي. يعني أحمد من عائلتي، من ذاكرتي، من أحمد بيروت. أحمد بحبك كتير أحمد، والله يرحمه. تاريخ أستاذ أحمد قعبور تاريخ كتير مهم، وترك بصماته بأرواحنا مش بس بالاشياء اللي قدمها. بيروت زعلانة أكثر منا عليه، الله يرحمه ومسواه الجنة بإذن الله. اليوم ودعنا أحمد قعبور الجسد، بس صوته بيبقى حاضر بذاكرة وطن ما حينسى.